طبعا البيزك اس يو ريكويرمنت، الكرولينج، الاندكسنج، دول اهم حاجتين. بروجراماتيك اس يو اهم حاجتين في كرولينج واندكسنج فعليا. انت كرولينج واندكسنج عديت منهم، البعد كده هو في حاجه ثالثه بس عشان ما اخدكوش دي بعدين. بعد كده الاون بيج والكلام دوت وكده، لا يعني هوضح لكم هو مهم، بس البروجراماتيك احد الحاجات المهمه اللي لازم تراعيها فيه ان انت ما تبقاش اوبسيسد او ما تبقاش مهووس بان التايتل بتاع كل بيج يبقى اوبتمايزد بطريقه معينه. لا، لازم تكمبرومايز، يعني لازم تتنازل. يعني ايه لازم تتنازل؟ هديكم مثال. تعال نقول انا هتكلم على سيرفيس مثلا الاس يو. انا هعمل سيرفيس اس يو اللي هو اس اي او ان، دي احد التمبلتس المشهوره ان انا سيرفيس ان سيتي او سيرفيس فور اودينس. بلاش ان سيتي، هتكلم فور اودينس. سيرفيس فور اودينس اللي هي ايه؟ انا هتكلم اس اي او سيرفيس فور مثلا اي كوميرس. دي تمبلت معايا ان انا بتارجت السيرفيس، والناس اللي عندهم ايجنسي تقدر تطلع بدي على طول من بكره على طول، وهوريكم امثله على الموضوع تبني ازاي. فانا عندي اس اي او سيرفيس ان سيتي سوري او فور اي كوميرس. تمام. انا اخترت ان التمبلت ستراكشر التايتل بتاعي والمقاله هتبدا بده، فعندي كل البيجات هتبدا بده. فلو لقيت ان كلمه اي كوميرس اس اي او سيرفيس بترانك افضل، ما ينفعش اروح على بيج واغيرها على طول، لا، لان انت لو غيرت التمبلت نفسها هتغير في كل البيجات، فممكن تضرب لك بيجات ثانيه، بيجات بتاعت سيرفيسز ثانيه، يعني مش اي كوميرس، ممكن تضرب لك سيرفيس ثانيه كان الاس اي او سيرفيس مثلا فور فينتك او فور ساس، دي كانت افضل او دي كانت ناجحه هنا. فهنا في البروجراماتيك انت لازم فعليا تتنازل، ما تبقاش مهووس قوي بالاون بيج جدا، لا، انت تشوف الميدل جراوند. ابسط، مش ابسط، اكتر حاجه ينفع تمشي الجنبين، ينفع تمشي على ده وعلى ده، يعني على طريقه الكتابه دي وعلى طريقه الكتابه دي. للناس اللي بتوبسس، يعني انا من الناس اللي كنت، حتى محمد كنا بنخش في جدالات كتير، ومحمود حد صديق لينا كنا بنتكلم اللي هو على سكيل كبير. انا ببقى اوبسست مثلا بشتغل على ويب سايت ان انا عايز بنافس ببيج معينه وعايز اطلع توب 1. الفرق ما بين 2 و1 ان انا اغير اسويتش الكلمه بالشكل معين. لو انت بتستخدم تمبلت اس اي او بروجراماتيك، خصوصا البروجراماتيك اس اي او، في ناس بتستخدمه في سكيل كبير قوي، فعليا سكيل كبير بملايين، بقى بملايين البيدجات، مش هقول الاف، ملايين البيدجات. يعني لو غيرت التمبلت هي مش هتغير في بيدج واحده، هي هتغير في كله، فانت لازم تراعي ده. تمام. طبعا الانترنال لينكينج ده مهم جدا، وده من الحاجات ممكن ترجع معلش. وده من الحاجات اللي انت لو ما راعيتهاش، الانترنال لينكينج والسايت ستراكشر دي اللي انا قلت الحاجه الثالثه اللي ممكن تعمل لك كوارث بعدين. كوارث بمعنى كوارث. السايت ستراكشر، ترتيبه اليو ار ال وترتيبه الموضوع هتمشي ازاي والتقسيمه، لان انت بتتكلم مع الانترنال لينكينج داخل مع السايت ستراكشر. تقدر تعمله اوتوميتد، يعني تقدر تكريت البيج وتلينك البيج دي ببيجات ايه من البيجات اللي انت بتكريتها في نفس الوقت، يعني على حسب انت ليفل الادفانسد بتاعك عايز توصل لفين. انت ممكن توصل لليفل انت يعني رهيب الموضوع فيه. هو على حسب التمبلت نفسها والديفلوبر اللي معاك عامل لك التمبلت ازاي. ما هو برضو على فكره مشكله البروجراماتيك ان الديفلوبر بيحكمك احيانا بحاجات ممكن تتنازل عنها، يعني تروح تعملها مانيوال بعد كده. ده احنا قاعد طبعا وورد بريس صح كده؟ ينفع وورد بريس. خش ثيم فورست، كل البيزنس هتلاقي ليها ثيمز خاصه بالبروجراماتيك، بس اي بيزنس تتخيله يعني. وتقدر تبنيها كاستم، يعني بس احنا بنفضل الكاستم عموما. تقدر تبنيها كاستم جوه وورد بريس، او تقدر تبنيها كاستم ويب سايت بتاعك انت على نيكست جي اس، على اي فريم ورك تاني. لو انت شركه فيها ريسورسز وفيها ديفلوبرز ان هم يعملوا ده، تشتغل كاستم احسن. ليه؟ لان الكاستم ليه عيوبه، بس في مزايا ليه ان هو ستابيليتي اكتر. البروجراماتيك مع السكيل مع الوورد بريس انت بتتكلم، تعال نقول 5-6000 بيج جوه الوورد بريس بانترنال لينكينج قوي، لا انت الداتابيز هتبقى تقيله. الويب سايت هيتقل بشكل يعني رخم. تقدر تسكيل، بس لازم يبقى معاك ديفلوبر وورد بريس. عيب انا دايما بحب وورد بريس جدا، بس دايما بقول مشكلتها نفسي الاقي السيرفيس ديت، ولو اي حد يقدر يقدم السيرفيس دي في مصر لو شغال وورد بريس قدمها والله تكسب ده.
مينتيننس وورد بريس بير مانث سبسكريبشن. مش مصر بس والله، ميدل ايست كلها يعني. ميدل ايست كلها. يعني لو عملت مينتيننس، لو قدمت خدمه برودكت اللي هو باشتراك شهري، مينتيننس للشركات اللي عندها وورد بريس، ان انت تمينتين بس تابديت الثيمز، تابديت الحاجات بتاعتهم، تتاكد ان السكيورتي عندهم ما فيهاش مشاكل. لا ما مش هي عادية. لا مش عاديه، صدقني مش في عاديه. الورد بريس مش عاديه في بقى. الورد بريس مش عاديه. مفيش حد بيقدم السيرفيس دي اصلا، تخيل. في حاجه اسمها ريبارون تقريبا يعني في شركه بره، انا عارف ان في شركات بره بتعملها، بس ما فيش شركه في الميدل ايست او في مصر كلها مش والمينا بيسبورت ريجن اللغة كلها هتلاقيه بتقدم عندك. خدمه باشتراك شهري. من انا اعرف خدمه، انا اعرف شركه قدمتها بره في امريكا وفعليا بيكسبوا فوق ال $50,000 في الشهر. هو بيعمل مينتيننس وورد بريس باشتراك شهري. انا مش هعدلها، يعني مش هعمل لك تعديلات، انا بس هتدفع لي مثلا $100 في الشهر، وانا هتاكد ان الويب سايت بتاعك ما يحصلوش هاك، ما يبقاش فيه ثغرات، البلاجنز بيتعمل لها ابديت من غير ما تضرب لك حاجه، السيم يتعمل له ابديت من غير ما يضرب لك حاجه. ولو لان دي حصل مشكله هاك الورد هو بريس، بيحل. انت ممكن تعمل ابديت يبوظ لك الدنيا كلها. لا ما انت في الورد بريس انت شغال على حاجه بسكيل وفي ترافيك، فانت ممكن تعمل ابديت لبلاجن تلاقي الويب سايت كله وقع طار. انت اللي هو دوت كومباتبل مع السيم ولا لا؟ ما هي غير كده، بس اللي بيبقى فاهم في الموضوع اكتر، لان انت في ابديتس لازم يراعيها الديفلوبر. فاخر ده اخر حاجه في التكنيكال انفراستراكشر اللي انت محتاج تراعيها.